السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. تحية لكم، تحية لجميع المشتركين ومتابعين القناة تاع السي ضايع. أول حاجة الإخوان هو تعازي الحارة للأسر نتاع الضحايا نتاع الزلزال اللي ضرب المغرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يصبر العائلة نتاع الضحايا اللي لقاو الحتف ديالهم تحت الأنقاض نتاع الزلزال هذا. نتمنوا العائلة ديالهم الصبر والسلوان. وكما كتشوفوا الاخوان اللحظه كنتواجدوا بالقرب من ساحه جامع الفنا، وهذه من احد اقدم المباني هنايا. كما كنشوفوا في الخلف ديالي في الظهر ديالي، هذه من البنايات القديمه هنايا من عهد الاستعمار، اللي كما كتشوفوا راه تعرضت لواحد الجزء ديالها للانهيار هنا كما كتشوفوا. واللحظه راه تواجد نتاع رجال الامن والسلطات اللي كيامنوا وكي حركه السير والجولان هنايا، لانه معظم الاسر راهم خارجين للشارع العام، ما قدروش انهم يبقاو في المنازل ديالهم. كما كتشوفوا هذه كما كتشوفوا البنايه هذه قديمه، لانه تاثرت بالقوه نتاع هذاك الزلزال اللي ضرب المنطقه يوم امس. غادي ندخلوا للمدينه القديمه، وبالخصوص حي نتاع الملاح اللي عرف حتى هو الانهيار تاع مجموعه نتاع المنازل. وكذلك كاينين وفيات لحد الساعه. مدينه مراكش كتعرف 15 وفاه واكثر من 100 جريح، اللي 20 فيهم درجه الخطوره ديالها، درجه الجروح فيها بالغه جدا. والاشاره الاخوان كنحيوا المواطنين المغاربه بالخصوص هنا في مدينه مراكش اللي بينوا على التلاحم والمواطنه ديالهم، لانهم دزت محدا مستشفى محمد السادس ومركز تاع تحقن الدم. شفنا لانه المواطنين كيقدموا المساعده للناس اللي دايرين الصف باش يتبرعوا بالدم، انهم كيقدموا لهم المياه، كيقدموا لهم الاكل، كيقدموا لهم الشرب، كيقدموا لهم كل شيء. تبارك الله عليهم، كنحييهم. غندخلوا دابا للمدينه القديمه بالخصوص حي السلام، حي الملاح، باش تشوفوا الحجم تاع الخسائر اللي لحقت المنازل هنايا. اللحظه الاخوان كما كتشوفوا كنتواجدوا بحي الملاح، حي السلام الملاح قديما، اللي بالمدينه العتيقه، اللي هي من ضمن الاحياء اللي تضررت بشكل كثير بسبب الزلزال اللي عرفته المنطقه نتاع مراكش ليله امس. وكما كنشوفوا راه اللحظه السلطات المحليه مازال كتطالب بالساكنه انهم يفرغوا المنازل ديالهم ويخرجوا للساحات الخضراء في مدينه مراكش او الشوارع، لانه اي لحظه هذه المنازل مهدده بالسقوط. انتم كما كتشوفوا الاخوان الحجم تاع الاضرار اللي لحقت هذه المنازل هذه. ومن ضمن الاحياء اللي تضررت بشكل كثير هنايا هي حي السلام، حي الملاح. هي باغيه باش بغينا نهضروا عربيه صافي. يلا كما كتشوفوا الاخوان مازال العناصر تاع الوقايه المدنيه كيقوموا بالدور ديالهم من اجل اجلاء الاشخاص اللي مازالين تحت الانقاض. هما كما كتشوفوا العناصر تاع الوقايه المدنيه كيدخلوا للمنازل هنا بحي السلام، لانه كاين اشخاص كبيرين في السن اللي مازال ما لقاوهمش ومازال البحث ساري عليهم. هنا راه غيدخلوا للمنزل هنا باش يشوفوا شنو واش كاين شي حاجه جديده. ما كتشوفوا الاخوان احد الضحايا تاع الزلزال اللي تم الانقاذ ديالو هذه اللحظه هذه من طرف عناصر تاع الوقايه المدنيه وكذلك القوات المساعده والساكنه تاع حي السلام. اللحظه راه غادي يتوجهوا به سيارات الاسعاف والتوجه به لمستشفى محمد السادس لتلقي الاسعافات الضروريه.
بين الخسائر اللي عرفتها المنطقة. البارح ليلة أمس راه طاح واحد جزء قليل منه، واللحظة راه راب على واحد السيارة نتاع الأجرة، راب عليها حتى هي كما كتشوفوا. أنا بحي السلام الملاح، وباقي عناصر الوقاية المدنية كما كنشوفوا راه كيقوموا بمجهودات جبارة أنهم ينقذوا المواطنين اللي مازال عالقين في المنازل ديالهم، يقدموا لهم الإسعافات ويد المساعدة كذلك. صديقي ها الدمار اللي كاين لا دي مراكش دابا الجوال متصل بمراكش.